كل 100 سنة بيحصل حاجة مش صدفة ومش طبيعية. تفتكر دي رسالة أو لعنة؟ في كل سنة بتنتهي بصفر بتحصل بداية، بس مش دايما بتكون بداية حلوة، مرات بتكون نهاية. من أول سنة 1800 لما الآلات بدأت تغلي الدم، العالم بيصحى من سكاته ومن سباته على الثورة الصناعية اللي بدأت تنفجر في أوروبا كلها. المصانع غطت أوروبا بدخان أسود، وأول مرة في التاريخ نشوف أطفال بيشتغلوا في المصانع 16 ساعة في اليوم. وفي أول سنة صفر، أول ضحية كانت بنت عندها 8 سنين اتسحبت جوه مكنة نسيج وماتت. وفي نفس الوقت يحصل إعصار يضرب البحر الكاريبي ومات فيه الآلاف، كأن الطبيعة بتقول للبشر: افتكرتوا نفسكوا سيطرتوا على العالم؟ استنوا شوية، أنا لسه عندي اللي أكتر. في نفس الفترة يظهر اختراع جديد للمخترع فولتا اللي اخترع البطارية، واللي حصل بعدها بدأت تظهر الكهرباء والتليفون، ومن بعدها بسنين بدأ يتطور الموضوع للكمبيوتر والموبايل. تخيل اختراع البطارية ده لو ما كانش حصل أصلا، كان زمانك لسه بتبعت برقيات مش بتستخدم الواتساب. أما في مصر كانت نهاية الحملة الفرنسية وبداية عهد محمد علي، الراجل اللي جه من ألبانيا وحول مصر لدولة حديثة بالسيف والنار. بس لحظة بس، تعرف إن محمد علي قتل المماليك كلهم في حفلة عشان يعرف يسيطر على الحكم لوحده؟ سنة 1900 بندخل عليها، وده القرن اللي ابتدى بموت ووجوع وحرب. لو فاكر إن اللي حصل في 1800 كان دخان، في 1900 كانت الرماد. طاعون البوبونيك اللي ضرب الهند وقتل 10 مليون إنسان، أرقام مرعبة، وقبور جماعية بدأت تتعمل للناس عشان يدفن فيها الملايين. بدأت التكنولوجيا تظهر بشكلها المخيف وبدأت تسحر الناس أكتر. الراديو بيشتغل لأول مرة والناس افتكروه إنه سحر. أول محاولة طيران ناجحة حصلت بس محدش صدق، كأن العالم لسه مش جاهز للي جاي. بدأت تتحول أوروبا وتطلع على صفيح ساخن جدا، لأن في الكواليس كل الدول بدأت تدخل في سباق التسليح وتجهيز الترسانة العسكرية. الحرب العالمية الأولى مشيت على سطور واضحة، بس للأسف محدش قدر يقراها، وكان أول ضربة في 1914، والدم موقفش غير بعد سنين. في وقت قريب من نفس الوقت بتاع الحرب العالمية الأولى، الاحتلال الإنجليزي في عزه، بس بدأت أصوات المقاومة تزيد ضد الاحتلال الإنجليزي، ومصطفى كامل ظهر معاهم وكان بيقول الاستقلال التام أو الموت الزؤام، كأن مصر بتحاول تطلع من لعنة القرن. تعدي السنين ويمر كذا سنة صفرية وتحصل أحداث كتير وكوارث كتير لحد ما نوصل للحدث الفاصل بالوصول لسنة 2000، لما الكمبيوترات بدأت تخاف من التاريخ. القرن الجديد بدأ برعب جديد اسمه Y2K. الكمبيوترات مش قادرة تفهم التاريخ الجديد لسنة 2000. العالم خاف من انهيار إلكتروني شامل. بدأت الثورة الرقمية تتولد، وجوجل بدأت تحتل الإنترنت. الكاميرات بدأت يتم استخدامها في التليفون ذات نفسه، وبدأنا نصور كل حاجة واحنا ماشيين في الشارع، والعالم بدأ يشوف نفسه في المراية الرقمية. بدأت الكوارث تتوالى في سنة 1999.
وكان الزلزال ساعتها في دولة تركيا، وكان النتيجة بتاعته أكتر من 17 ألف ضحية. إعصار كينيس بيكسر الأرقام القياسية في حالات الوفاة والدمار اللي بتحصل. الناس عمالة تسأل، هو في إيه؟ وليه كل ده بيحصل؟ بدأت مصر مع الألفية الجديدة تدخل في العصر الرقمي، وظهر أول اشتراك إنترنت في البيوت وكانت سرعته 56 كيلو بايت. طبعا الصفحة كانت ساعتها بتفتح في 5 دقايق، وصوت الاتصال بالإنترنت كان مزعج جدا لأن كان ساعتها بنستخدم التواصل عن طريق الدايل اب، وكأنك طبعا بتتواصل مع كوكب المريخ. وصلنا لسنة 2020 لما فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة غير وجه الكرة الأرضية. بتبدأ سنة صفرية جديدة في 2020 وكأنها فيلم نهاية العالم. فيروس صغير شل حركة الكوكب كله، فيروس كورونا، قتل الملايين، وقف الطيران، دمر اقتصاد. بس في وسط الفوضى بدأوا يستخدموا لقاحات بتستخدم لأول مرة، ويحطوا فيها تكنولوجيا النانوية. وطبعا لو مش عارف ايه تكنولوجيا النانو، ممكن ترجع للفيديو اللي هنسيبهولك في الوصف تحت في الحلقة اللي فاتت عشان تعرف أكتر عن المعلومات الخاصة بيه. بس السؤال هنا، هل كورونا كان مجرد اختبار للبشر؟ أما بقى عن الكواليس اللي كانت بتحصل في النص أيام فترة كورونا، خليني أقولك على شوية منها. حرايق حصلت في أستراليا دمرت جزء كبير من الغابات بتاعتها أو الأماكن هناك. انفجار في بيروت بهدل الدنيا عندهم ودمر برضه جزء كبير من الاقتصاد بتاع بيروت ولبنان اللي أصلا متهالك. انفجارات بتحصل في روسيا والصين، فيضانات مميتة في كل مكان. كأن سنة 2020 مش سنة عادية، وكأنها بوابة لحاجة أكبر من كده بكتير، وكأن في حاجة كانت بتتحضر من بداية الفترة بتاعت كورونا. مستغلين فترة الناس كلها كانت خايفة على نفسها ومستخبية جوه البيوت. كل اللي عدى ده والقرن اللي احنا فيه لسه مخلصش، والقرن اللي جاي لسه ما بدأش سنة 2100. بس كل حاجة بتقولك إن واضح إن الفترة اللي جاية مش هتكون سهلة. خليني أقولك إن في شوية تنبؤات مرعبة بدأت تظهر على السطح، والناس كلها بدأت تتكلم عليها. ناس قالت إن في حرب عالمية تالتة هتقوم بسبب نقص المية، وناس تانية كانت بتقولك إن في وباء جديد هيظهر أقوى من فيروس كورونا، وفي دول هتبدأ تغرق في البحر بسبب التغير المناخي، والأقمار الصناعية هتبدأ تراقب كل حركة في حياتك. وفي جزء تاني من التنبؤات بيقولك إن الناس هتبدأ تسافر على كوكب المريخ، وهتبدأ تظهر طاقة نظيفة، وإن الذكاء الاصطناعي هيبدأ يكتب الشعر، وهيبدأ يصدر قرارات خاصة بالمحاكم. في ناس كانت بتتكلم عن مدينة الإسكندرية وممكن يقولك إنها هتبقى تحت البحر كلها، بس ممكن كمان تبقى أول مدينة ذكية في الشرق الأوسط. طبعا ده بيعتمد علينا وعلى التصرف الفترة اللي جاية. من سنة 1800 لحد سنة 2100 كل سنة صفر كانت زلزال، مش بس في الطبيعة، ده في التاريخ وفينا احنا كمان. السؤال دلوقتي، لو 2100 قربت، هل احنا جاهزين ولا هنكون الجيل اللي كتب نهاية الكوكب؟ قول لنا رأيك في الكومنتات. انت شايف السنة صفر لعنة ولا لحظة ولادة من جديد؟ شكرا جدا لمتابعتكم، كان معاكم معتز. اشوفكم الحلقة اللي جاية.